بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيت درس ويسا 15 من دروس بيان موطأ الإمام مالك رضي الله عنه يوم الجمعة 12 من شهر رجب 1436 الموافق ل1 ماي 2015. نبض الحديث رقم 39. نشرح ثيد وقال الحديث الأخير: وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. أكون اسم كثير لقي نمسليد في النوم الخفيف والنوم الثقيل. ونناد الحديث أستدعي وذغ أن ابن عمر، يعني مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، كان ينام جالسا، يعني يقيم يطس ثم يصلي ولا يتوضأ. ذا شن فهمسي الحديث باللي ابن عمر وهو من الصحابة الذين يتشددون في اتباع السنة، يتشددون في اتباع السنة، وقد عرف بتشددات ابن عمر ورخص ابن عباس. ذي الفقه يتوسنك رخص ابن عباس رضي الله عن الجميع وتشددات ابن عمر. صافي كان متشددا. نلاحظ كان ابن عمر، ثبت أن ابن عمر رضي الله عنه كان ينام جالسا، اتص وهو جالس ثم يصلي ولا يتوضأ. ليش نفهم الحديث هذي باللي كما فهم الشافعية قالوا بأن النوم جلوسا لا يستوجب الوضوء ولا ينقض الوضوء، إذن لا ينتقض الوضوء بالنوم جالسا. هذا رأي الشافعية سلامة الشفاماس. وجاءوا بحديث آخر يستدلون به على صحة رأيهم. يود الحديث أن هذا الحديث وايض، أن ثبت الحديث رواه الإمام البيهقي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نام قاعدا فلا وضوء عليه، ومن وضع جنبه فعليه الوضوء. يعني وين يتصن سيغيمي وريد تعوذ الوضوء، وين يتصن يعني مستلقي على جنبه كما ينام الناس فعليه الوضوء. رد العلماء منهم علماء المالكية وكذلك الحنابلة وغيرهم قالوا هذا الحديث المستدل به حديث ضعيف. يعني قلت لكم ذكرنا تفاصيل كثيرة في الدرس السابق، يعني الحوارات التي كانت تجري بين العلماء بين الفقهاء حوارات علمية فيها اللغة، فيها الأصول، فيها الحديث، فيها كلش، فيها المنطق، العقل، فيها كلش. فقالوا هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح الاستدلال به. صافي وقي موقف المالكية وكذلك الحنابلة ردوا على الشافعية. طيب، ورأي المالكية بالذات ومن وافقهم قالوا العبرة ماشي بالجلوس بالاضطجاع بالجنب، العبرة إذا كان النوم خفيفا فلا وضوء، وإذا كان النوم ثقيلا فيستوجب الوضوء. وهذا هو المنطق، وهذا هو الشرع، وهذا هو العقل، مقتضى العقل. يعني إذا كان واحد رقد النوم خفيف، شرحنا المرة اللي فات مواصفات النوم الخفيف أو شو من هذه المواصفات. الواحد كي يحكم السبحة بين يديه وما تطيحلوش، معنى مازال يتحكم في روحه، أخذته سنة من النوم. قلت لكم خاصة في الصيف وخاصة في رمضان تشوف بعض الناس هكذا برك ويدير هاك يعني، ولكن مازال لم ينم نوما ثقيلا. إما يحكم قلم بين يديه ولا يحكم سبحة بين يديه ما تسقطش،
موسي غلي راه حاجه تفضق فوسيس وكينوم خفيف. داير سمحتي لي مين اللي راهم يسوقوا السيارات ممكن احيانا ترقد وانت بالك منكم اللي صارت لهم تحكم السياره وبعدين دير هاك يعني القياده يعني بين يديك يعني الفولون يجري في سنيك يبيك كشوط غفله تفيض لو كان نوم عميق يا حسره داين السياره تروح عندها تفان السبحه عندها تفان الستيلو عندها تفان الطوموبيله كتروح. لذلك رجح طبعا راي المالكيه قال لك العبره ليس بالجلوس او النوم بالنوم جلوسا او مستلقيا او مضطجعا، لا، العبره بالنوم الثقيل، فاذا كان النوم ثقيلا فهذا ينقض الوضوء في كل الاحوال. اذا ما يتسيون ممسي في الدين ما يعيا ممسي في دايت والنوم عميق وهذا نادر ولكنه يقع. ولا اللي كان يرقد في السجود يطول الشيخ في السجود وبقى على خير صح. وبالك منكم اللي صارت له سيرتو كي يطول الشيخ في السجود خاصة في صلاة التهجد. صلاة التهجد يعني يطول صلاة التهجد مش كما الصلوات هكذا يعني العادية يعني لا نطيل كثيرا. إذن هذا هو رأي المالكية ومن وافقه من الحنابلة وغيرهما ذكرناه في الدرس السابق. الآن نبدأ مع الدرس رقم 40 باب الطهور للوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه نبدأ في الحديث، ولكن قبل ما نبدأ في متن الحديث نذكر بعض التعريف بهؤلاء الرواه. نبدأ بصفوان بن سليم. صفوان بن سليم الزهري المدني القرشي من قريش، هذا يلقبه العلماء بالمحدث الثقة العابد. ثقة يعني من الرواة الثقات، محدث لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، عابد عرف بالعبادة، ويعتبر من أشهر أئمة المدينة المنورة. يعني سيجيون مسنوني مقارنا العلماء مقارنا ذي المدينة المنورة. الإمام أحمد بن حنبل صاحب المسند حينما يذكر أمامه يعني بحضوره بحضرته واش يقول؟ هذا رجل تنزل الرحمة بذكره. سبحان الله، شوف التقدير، يعني نحاول نعطيو هذه اللطائف باش نقولوا كيف يكون التقدير بين أهل العلم، ولا يعرف الرجال إلا الرجال، لا يعرف أهل الفضل إلا أهل الفضل. إن يسار جزاكي مثل فذرم مثل نفذر أدنزل الرحمة. هذا رجل تنزل الرحمة بذكره. سفيان بن عيينة يعني وقي أيضا من العلماء المشهورين، ذا شو دينا في صفوان بن سليم إناد إذا هذا رجل إذا رأيته علمت أنه رجل يخشى الله. الله أكبر. إنك متولاظ أتعقلظ باللي وقي ذرقز يتسقوض ربي وجاب لي ربي اللي يخاف ربي، هذاك هو الصح. تقوى الله هي رأس الأمر كله. قاع المصايب اللي تصرف في الدنيا الآن والفتن والعدوان والاعتداءات والمشاكل والفتن، لو كان كينخوف ربي تصرى مستحيل مستحيل. صافي صمام الأمان والرهي في تقوى الله اللي يخاف ربي. لذلك ربي سبحانه في آيات كثيرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى آخر الآيات. إذن يا سفيان بن عيينة إذا رأيته، يعني هذا الرجل اللي هو صفوان بن سليم، علمت أنه رجل يخشى الله. متى؟ عام 1132 من الهجرة. بعد سعيد بن سلمة أيضا، هذا من المخزومي، من الرجال، من الثقات، من العباد، من آل بني الأزرق طبعا القبيلة ناس، عن المغيرة بن أبي بردة. ذاكي وقفة. وعلى بالكم علماء الحديث عندهم غربال يصفون به الأمور، سكانير يفوتوا فيه كلش، السند والمتن. تفضل. السند والمتن كل شيء. المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار، يعني القبيلة نتاعو قبيلة من قبائل قريش المعروفة، ولكن هو بالذات صنفه المحدثون فيما يسمى بمجهولي العين، وكذا وصف يعني هذه سكانير. خطر إلهم يقارن مجهول العين القسم الأول، إلهم يقارن مجهول الحال ظاهرا وباطنا، إلهم يقارن مجهول الحال في الباطن دون الظاهر. 3 كاتيجوري 3. والمغيرة بن أبي بردة هذا مصنف ضمن الصنف الأول، أنه مجهول العين. وكل من كان مجهول العين وش معروف، هذا إذا كان في سند الحديث يعد ذلك الحديث مضطربا، يعني الشخص هذا المضطرب، المغيرة هذا الراوي إذا كان مضطربا يحكم باضطراب الحديث. فإذا كان مضطربا أي ليس عدلا، والعدل شرط من شروط الرواية، باش نقبل الحديث لازم يكون الراوي عدلا. أشرنا في الدرس السابق أو اللي قبله إلى هذا الموضوع أو التي يعني قبلها، بمعنى نكون يرانا في عالمنا كاين كلام يأتي من فلان نصدقه على طول، معروف مشهور بالرواية، عنده قوة الذاكرة، عنده إلى آخره، سواء داخل الأسرة ولا خارج الأسرة ولا في الحومة ولا. ولكن كاين بعض الناس يقول كيما يحب، كلام مريح يحكي وخلاص. لذلك لا تبنى الأحكام على مثل هذه الأمور، وهذا من الخلل في الناس في المجتمعات. نهار يكون الإيمان مخصوص والتقوى مخصوصة، كل واحد يقول، من بعد تبنى الأحكام والمواقف على الأقوال بلا تثبت بلا تبين، وتنهار البيوت وتخرب الأسر وتتقطع العلاقات وتمزق الأواصر ويصل العجب. في غديني أوال الحن ديال يمذانا يخي قارن استقبالي ثقنا لنيك دي ضيميك لان يمذانا اسكامل تمسلاين ينواضو يهضرك ذي الغاشي الحاص كل شيء زرات كل شيء حصاث الى اخره. ولا الغاشي سيتاكن تمزوخ سماعون ومن بعد ذفنوا الحياة نسن فين قارن تسا ويظهر العجب يظهر خسار الى اخره. بقول كان الحديث يعني ما كنا نقرأ الموطأ، نقرأ العلم الفقه والأدب معا. المغيرة يا بن أبي بردة راوي من رواة هذا الحديث، وسعد تلميذان وحكموا باضطرابه وحكموا أنه مجهول العين، وقالوا بأن هذا الحديث مضطرب، والحديث المضطرب هو نوع من الأحاديث الضعيفة. هذا كلام الفقهاء، طبعا في تفاصيل في النقطة ولكن نعطي فقط إشارات.
وهنا فيه قولان كبيران للفقهاء. القول الأغلبية، يعني أغلبية الفقهاء والمحدثين والأصوليين وكذا، قارناك الحديث إذا كان مضطرب إذا كان مضطربا في سنده أو في متنه، هذا الحديث يرد، لا نبني عليه حكما من الأحكام. ولكن عند الأحناف قال لك لا، هذا الحديث المضطرب نقبله. لماذا؟ لأن الشخص اللي يكون مجهول معنى غير معروف، هل يحكم بفسقه؟ لأنه أصلا مجهول العين معناه لم يخضع لا لجرح ولا لتعديل، ما كانش اللي قال ثقة، ما كانش اللي قال كذاب، مجهول. خاطر إليون مصنف معروف بالكذب، فتان يتسرغ سوى الكذب، خلاص ونفنوا ولا فلاس. إلا وايض معروف بالثقة بالصدق استيذت إلى آخره، أنفنوا فلاس. إلا وايض مجهول، ما إلا مجهول هل يجوز لنا أن نحكم عليه ونحن نجهله؟ في السينارة لا نعرفه. لذلك السادة الأحناف قالوا إذا كان مجهول العين نأخذ بالحديث الذي يرويه. وقال لك لأن القرآن واش يقول؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي رواية فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هو ربي سبحانه يقول كي يجيكم فاسق فتبينوا، قال لك وهذا المجهول لم يحكم بفسقه، معنى درجته أعلى من درجة الفاسق. يقول كيفاش الدقة، السكانر نتاع صح معناتها يدققون، وهذا هو الفقه. بدي نظل الفقه معناتها المخيخ يخدم، ما كايش حاجة يعني تفوت بالتفاصيل. المهم هذا رأي العلماء في الموضوع، وهو حديث إذن نميل إلى العلماء الذين يقولون بصحة هذا الحديث، وممن حكم بصحته الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب أشهر كتاب جامع لأحاديث الأحكام اسمه بلوغ المرام من أدلة الأحكام. اتفقنا؟ الله يبارك. ثورة نكمله. ولكن سمحوا لي، ذاك العلماء أن ناس إذا نجا من الاضطراب في السند كاين الاضطراب حتى في المتن. ولكن نكمل الحديث وبعدين نعلق. أنه سمع أبا هريرة، يعني هذا المغيرة بن أبي بردة سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يساد يون برقاز النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله، دقوا معي مليح، إنا نركب البحر. نركب البحر معناه يديروا المراكب. وطبعا علاقة الإنسان بالبحر علاقة قديمة، حتى في الحضارات القديمة ثبت مثلا الحضارات ما بين النهرين معروفة بصناعة السفن كلها، سواء الحضارة البابلية، الحضارة الأشورية، كل الحضارات. الحضارة الفينيقية أيضا مشهورة بصناعة السفن والبواخر والمراكب، خاطر عندهم الخشب وعندهم الماء، والحاجة أم الاختراع، الحاجة تفتق الحيلة. فكانوا يستخدمون السفن، طبعا صناعة بسيطة فوق البحر، يزيدوا لها سواء للتجارة أو للنقل. سبحان الله، هذه تعود إلى 3000 سنة قبل الميلاد. وحنا يرضرك الآن فيه بحار وفيه أنهار وكاين بزاف بلدان لا تستثمر هذا الخير، أليس كذلك؟ أما كاين ماشي الخير. هذا إن يسكن إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. قالوا نروحوا للبحر باش نصيدوا السمك والحوت وكذا، ونحمل معنا القليل من الماء، نسوي شوية طبامان شوية طبامان، شوفوا تنسوي ولا شوية طبامان.
فإن توضأنا منوغ الوضوء به بالماء هذاك عطشنا نوي شوية بوامان منوغ الوضوء وقت نصليت عطشنا أنا أنفوذ أنشاط أفنتوضأ به يعني هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هل ترى نتوضأ بماء البحر النبي عليه الصلاة والسلام قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أول ملاحظة نبداوها ونعطيو المعنى الإجمالي. قالوا معناتها ماء البحر يجوز للوضوء يجوز يونذيغ الوضوء سواء من البحر نمسفهم ولكن فيه زيادة الحل ميتته مما يتعيشين ذي البحر الحيوانات يتعيشين ذي البحر يجوز أن تتشغل بلا ما زليطنت ماشي كيما داروا النهار اللي داروا بعثوا السمك الحوت لواحد بلد إسلامي قالوا كلخلهم برك واحد الملاحظة مذبوح على الطريقة الإسلامية يلصقوا إذا كان بقر ولا خرفان ولا سمك الحوت طبعا الحوت ولا حلال طبعا الحوت ما تقدرش تقول مذبوح على الطريقة الإسلامية الحوت لا يحتاج إلى التذكية الحيوانات البرية إزقار خرفين ويحوج إلى ذكاة إلى قد مزلم ولكن الحوت السمك ما تذبحوش تخرجوه مات تاكلوا وإن كان فيه تفاصيل سنذكرها بعد حين. تفهمنا؟ السؤال المطروح النبي صلى الله عليه وسلم سقساه على الوضوء علاش زاد هذه الزيادة؟ هو قال له هل يجوز باش نتوضأ بماء البحر؟ هو المفروض يقولوا يجوز وخلاص علاش زاد له هو الطهور ماؤه الحل ميتته فيه زيادة ولا ما فيه زيادة؟ يقول لك هذه من محاسن الفتوى واحد يكون عنده ميثودولوجي يسقسيك ليتوديون على السؤال تجاوبوا أكثر من السؤال صح؟ أحيانا تجاوبوا فقط بالسؤال مفهوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كي سقسى هذا قال له متى الساعة يا رسول الله؟ وقتاش تنقر الدنيا؟ ما قالوش وقتاش قالوا وماذا أعددت لها؟ أحيانا لا ريبونس تكون حاجة أخرى كامل ما قالوش متى وقتاش من مثل نقر الدونيث وسينارا من المين أشو تسقاس إناس شو استهقى دعوين والله ريبونس هذه أيضا من محاسن الفتوى تجاوب على الشيء اللي ينفع ماشي حاجة اللي ما تنفعش. وذا النبي صلى الله عليه وسلم أضاف أكثر من السؤال يفكد أن بلوس اتفقنا ثاقي صفي إذن من محاسن الفتوى ونبينا صلى الله عليه وسلم طبعا أوتي جوامع الكلم. طيب الآن نبدأ في شرح الحديث وهذا الحديث راه موجود في الموطأ الحديث رقم مروي في الموطأ الحديث رقم 40 ولكن هو أيضا مروي عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه معنى ماشي الأحاديث اللي تسمعها في الموطأ غير في الموطأ لا موجودة تلقاها عند ابن ماجه عند أبي داود عند النسائي عند الترمذي صح. نبدأ الآن في بعض الأسئلة. أول سؤال كي قال ونحمل معنا القليل من الماء لماذا القليل؟ علاش ما يديوش بزاف؟ خاطر لو كان واحد منا يقول لك انا رحت لتكزيرت ديت غير قرعه الماء قرعه واحده وعطشت تقول له علاه سيدي تدي قرعه راك رايح في الصيف ادي بزاف دي 10 دي 15 لماذا هذا الرجل قال ونحمل معنا القليل من الماء؟ شكون يجاوب؟ ليه؟ الاقتصاد تفضل. ايوه زيد. نعم بارك الله فيك. المراكب نتاعهم ماشي كيما المراكب نتاع درك مراكب بسيطه يجيبوا جذوع الاشجار يربطوها بالحبل فلوكه صغيره باش ما يثقلوش
باش ما يثقلوش المركبة نتاعهم هذيك باش ما تغرقش. هذا هو المقصود، معنى لو ستريكت مينيموم، شوية. فهمتوا؟ هذا هو المعنى، يقرب المعنى، يقرب. الاقتصاد ممكن هذا المعنى، ولكنه غير وارد، خاطر يدوا باش يشربوا ويتوضوا به، ما بذروش، لأنه في السنة النبوية ملي يتوضا من ماء البحر لازم يقتصد، ماشي يدير روبيني يفتحها وتمشي يدير روبيني صح، وإذا كان دار بالإناء أفضل باش يقتصد، وإذا كان دار بالروبيني يدير الماء يكون خفيف هكذا يكون أحسن، يقتصد في الماء بقدر الإمكان. كما قال ربي في القرآن: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وكاين معنى آخر، يظنون، هم يعتقدون باللي شوية برك يكفي، قال واحد ساعة ساعتين نوليو الحاجة، وبعدين أحيانا تروح للبحر والمجربين يعرفوا، يقول لك نروح ساعة ساعتين نصيد الحوت ونولي، يولي 4 5 سوايع 7 سوايع ومازال ما جابش الشيء اللي كان يجيبوه في يوم هكذا. ولا عندهم الاستصحاب، يقول لك حنا كنروحوا البحر تاع تيكزيرت مثلا، الساعة الأولى نجيبوا كلش، نوليو مارشا خلاص بون لاماتيني نوليو هذاك النهار ما كانش الحوت، وراك تعبت تستنى حتى تعطش وتكون في حاجة إلى الماء. هذه بعض التحليلات وبعض التفسيرات لكلمة ونحمل معنا القليل من الماء، ولعل الحجة الأقوى هي ما ذكرها الأخ الكريم، أنه ما نثقلوش المركبة، لأن المركبة بسيطة وتقريبا يكسد باجاج ما كان الكريم، يعني قريبا هذا الشيء. فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طيب، كي قال هو الطهور، أولا جاءت بصيغة الطهور. الطهور معنى المبالغة في الطهارة، كما الطهور معنى الماء الذي يتطهر به، هذا هو الطهور. كما نقول السحور ماشي السحور، السحور معناه هو الطعام الذي يتسحر به. الوضوء بفتح الواو هو الماء الصالح للوضوء، يا اخي شرحنا هذا، نقول الوضوء بالضمه معناه العمليه، كي تروح تتوضا الوضوء، كي تقول الوضوء بفتح الواو معنى الماء الصالح للوضوء، ذا من يصلح للوضوء. السحور الطعام الذي يتسحر به. الطهور معنى المبالغة في الطهارة، هو الماء الذي يتطهر به. هذا يدفعنا مباشرة إلى الحديث عن أنواع المياه. طبعا هذا المبحث كبير 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 جدا. قبل ذلك اسمحوا لي، المرة اللي فات ما ذكرناش الحكم الرعاف، يعني يون ما يلا يفون زرد، هل ترى ينقض الوضوء أم لا؟ يعني يون يفون زرد يعني سل الدم من النيف نتاعو، هل ينقض الوضوء؟ هذه بين قوسين باش نسيت فكرتها. الجواب: لا ينقض الوضوء عندنا في المالكية ولا عند الشافعية، ولكن عند الحنفية والحنابلة الرعاف ينقض الوضوء. معنى الإمام اللي يصلي بينا ما يلفغن دي ذمن سكوان زرنيس، في المذهب المالكي الوضوء نتاعو ما ينقضش، يكمل الصلاة، يرفد مشوارة ولا برنس ويكمل الصلاة. عند الشافعية كيف، ولكن عند الحنابلة والحنفية يسلم ويجيب اللي مراه يروح يعود الوضوء. هذه كمعلومة على بالكم. علاه؟ لأنه في المذهب المالكي يقول لك الحدث، تعريف الحدث هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه العادة. ديفينيسيون ما شاء الله اكسيلونت. تعريف لا ديفينيسيون تاع الحدث هو الخارج المعتاد
من المخرج المعتاد على وجه العادة. لذلك سمحوا لي، واحد كيكون ما يقدرش يخرج أكرمكم الله البول، ما يخرجش بالطريق الطبيعي، يخرجوا بالأنبوب هكا طبيب يا أخي، يعني السفغ ما استخدميت يثني هذه سفغ البول. هل هذا ينقض الوضوء ولا لا؟ في المذهب المالكي ينقض الوضوء. هذه فتوى الأطباء أعطيوها المرضى. وشحال مرة يسقسي المساكيث إنا كنكسوف عند البولينس الأنابيب سميت لا صوند لا صوند. هل ينقض الوضوء؟ الجواب لا ينقض الوضوء. تقول بول، إيه نقول لك بول، إيه لأنه لا يخرج من المخرج المعتاد. هكذا فهمت يا جماعة الخير؟ وكذلك القيح والدم كل هذه أيضا نفس الشيء. بويند رأي الحنابلة والحنفية بوينديون الحديث نند إذا رعف في صلاته توضأ، حديث ابن عباس الذي رواه الإمام دارقطني. هذا الحديث حديث ضعيف لا يصلح الاستدلال. هذه فقط كإضافة بالنسبة لما ذكرناه في الدرس السابق. الآن نتحدث عن الماء. الماء كاين ثلاثة الأصناف: الماء الطهور والماء الطاهر والماء النجس. ثلاثة الأصناف قلنا. الماء الطهور ربي في القرآن الكريم شو دينا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ربي ما قالش ماء طاهرا، خاطر لو كان ربي قال ماء طاهرا معنى ممكن ينزل الحليب والغازوز والجو. اسكو كاش نهار شفتوا الغازوز ينزل من السماء ولا الجو ولا الحليب؟ لا. شوفوا القرآن كلمة فيها معنى، قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا. تجي في سورة الفرقان الآية 48. في آية أخرى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. صفي الماء الطهور طاهر بذاته مطهر لغيره، ولكن الماء الطاهر لا. الماء الطاهر لا. ثرى أدنني ما هو الماء الفذو يعني النوع الأول الماء الطهور الذي ذكره الله عز وجل في سورة الفرقان الآية 48. هو الماء الذي بقي على أصل الخلقة، لم يخالطه شيء وهو مطلق بلا قيد. وقد تعريف الجامع: هو الماء الذي بقي على أصل الخلقة، على أصل خلقته، لم يخالطه شيء وهو مطلق بلا قيد. أو بمعنى آخر: هو كل ماء يطلق عليه اسم ماء بلا قيد. يعني ثيود كان من الكسب من ثيوج كسب إلا ترونسبارون البرق روح المخرج جويد الكاس ترونسبارون واش راح الله في دقه داغ. لذلك إلا ترونسبارون خاطر ماشي ترونسبارون زر ما لاش ولا إلا ترونسبارون ما ولاش معليش. الله يبارك. هاو تسوي راه اللي قبلي كيف خاطي معليش ارواح. شكرا، عندك اجر الاجتهاد. يلا، اذن الماء الطهور هو الماء الذي بقي على اصل خلقته وهو ماء مطلق الله يبارك. ايوه، هذا الماء بقى معايا ملا باش تغلي. الله يبارك. ثاني بويد 10 12 على هذا ما لو كان نقول اي واحد وشني هذا واش يقول؟ ما. كي تقول ما يكفي. ولو كان نديروا فيه شويه حليب يتغير وصف من اوصافه ولا لا؟ ما هي الاوصاف نتاعو؟ الوصف الاول هو المذاق، الطعم. الوصف الثاني هو اللون، لا كولور.
الوصف الثالث هو الريح، الريحة نتاعو تتبدل، صح؟ لو كان نديرو شوية حليب هنا نقول لك واش شنو هذا، تقدر تقول هذا ماء؟ ما تقولش، تقول ماء مضاف إليه كذا وكذا، لازم تقول هكذا لوجيكمون، أليس كذلك؟ نمسفهم يا جماعة الخير؟ صافي هذا ماء، الله يبارك، هذا هو الماء الطهور. ممكن تصير صدق يا خويا العزيز صروح ذاكين باش تعقوا دارا. طيب لو كان كنت دينيغ ما هو الماء المطلق؟ ذا شو ذاك امان من قرما، يلا افذث. مياه الامطار امان الهواء، وعلى بالكم حتى امان الهواء لها انت من الرقيه ذدوى انعاميه امان اللهوة. ممكن تحديروا هكا وبعدين تغسل به وجهك وتدير الدعاء، ما شاء الله الدعاء عند نزول المطر مستجاب. وهذا الماء حديث عهد بربه، جديد نزل من السماء، ماشي من فريجيدير، لا من السماء صافي. ومن السماء ياكل الماء المطلق مياه الأمطار، مياه البحار، مياه الأنهار، مياه العيون لو دو سورس. اشو مازال؟ مياه بارك الله فيك الآبار، ما شاء الله فقهاء يعطيكم الصحة. جبتها لك سباركة باش تشفاو عليها برا بالسجع. ممكن تقول مياه الوديان صحيح، كي نقول أنهار باش نشفاو عليها. مياه الأمطار، مياه الأنهار، مياه الآبار، مياه البحار، مياه العيون اللي هو العيون يعني العوانصر. وإن كان العوانصر نتاعنا كامل في الجبال معمرين كاع بالقرعة الخضراء، صح ولا مش صح؟ كي واحد يروح في الجبال يشوف لو دو سورس العنصر الله الله، تحبس باش تشرب تلقى القراعين في قراعتين زيزاوين مكسرين. شفتوا كيفاه يعني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، شيء محزن. طيب هذه المياه هي مياه مطلقة يصدق عليها هذا الوصف الماء الطهور. صافي فهمنا لا بروميير كاتيجوري؟ نوصلوا لها. بارك الله فيك، ما شاء الله انتم الله يحفظكم ما شاء الله. نوصلوا لها صافي. كاين ماء طهور ولكن معليش نجاوبك من الآن. واش قال خونا؟ مياه ثلوج هل ترى طاهر؟ نعم تأخذ حكم الأمطار. مياه البرد أفروري، أفروري ما لا يفسي أفروري داخل وفصينا داخل وفيذونا شو من بعد يذوب الذائب. لذلك الفقهاء كما في متن ابن عاشر ذكر كلمة الذائب معناتين يذوبون. أما الثلوج أما ذا فروري أيضا هو كما طهور. هانتي صافي لي كاتيجوري صافي. مياه الأمطار، مياه الآبار، مياه الأنهار، مياه البحار، ومياه العيون عناصر. ولكن ممكن يكون ماء طهور تغير لونه مع ذلك يصنف ضمن الصنف نتاع ماء طهور. شكون يعطي لي المثال؟ مياه الحمام. خطر مياه الحمام يساد إعداد سفلى الزرع، سفلى الكبريت، سفلى معادن. وطبعا وكذا مياه العلاج كما يقولوا. اسمح لي الطبيب اليومين دخلت شويه طفل مليحه لا سونتي، معليش وين غلط وقفني يقول ستوب. سبحان الله. امان عداند
شحال قزرة، شحال المعادن، الكبريت، الملح، هادي عدياك اديا وضر غورك ديال لا سورس تدوش به ولا تغسل به، يعالج بعض الامراض كما يقول الخبراء، فاسأل به خبيرا. صافي. إذن هل هذا الماء اللي مر على الأمراض الأشجار، عفوا الأحجار، وهذا الملح والكبريت وكذا، هل نخرجه من الصنف الأول أنه ماء طهور؟ الجواب لا. لماذا لم نخرجه؟ لأنه كان على أصله، كان على أصله، ما دخلش لتروما، ما دخلش ناتوريل 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 حتى جاء. سبحان الله. لذلك الفقهاء باتفاق قال لك هذا ماء طهور وإن تغير وصف من أوصافه. يبدل الملح يبدل، خاطر كون يناد الماء الطهور لازم أوصافه ثلاثة تتغير، لا اللون لا كولور، ولا المذاق الطعم، ولا الرائحة، أليس كذلك؟ طيب. ثقي بتحفظ خاطر ذيك الإنسان، ولكن أمان ويجديد ماء القربة يجديد فريج يدير تاع الزمان يخي تقول يدير القربة. القربة طبعا من الجلد، جلد الحيوان. الور كي تجيب الماء نتاعو تلقى عنده الرائحة تاع الجلد، صح؟ مريكي نغمات قرنا كيف قبيلة نغمات. نعم حتى هذا. لذلك من البلاستيك يفيدونا هذا بدون ممكن يتغير لونه أو مذاقه بسبب القرار. ذاك الفقهاء أعطوا لها تخريج بسبب مكثه وقراره، إما في الأواني أو في الأرض. ما يحبس ذي الطين، سورتو الطين يا زقواغ أتوضى من دي زقواغن، صح؟ سورتي فلاح نزيك خدم فلاح وكذا وروح تزد من وكذا ندير مثونني يجوز على كل حال. قاعد يشفان السوني الزقارن والسون الحيوانات نسواكم ميمثي السيث ما تشفى مو قاعد يشفان امشي نفس بلا فونتر هكا زرا ما تسوى ما كاين نورمالمون. وقال لكم قرن ديال العمر سوانا كاين اوب كيف الزقارن يرقازن يشرب وربي يستر. لا ميديسين وقتها يكون الميدسين تكونوا حاضرين تما تقطعوا لي ديبلوم ولا كيفاش ديروا شنو هذا؟ مازال طبيعي ذاك. لذلك ثورة كي درنا حرب ضد الطبيعة رانا نسوفريو بالكونسير وكذا وكذا. نهار اللي كنا كل شيء طبيعي ناتوريل، بطاطا ناتوريل، بصل ناتوريل، تفاح ناتوريل، تشينا ناتوريل، كل شيء ناتوريل، كنا اليز بصحة. الزيت الزرت الخير الربح اسمينوغال كل شيء لي برودوي شيميك والزر ماشي يضران. ميم الماء كي تشربوا طبيعي ذيك سفن كذا طبيعي، والحمد لله ربي سبحانه ستر. صافي واقي نفذريثيد باش تكتمل عندنا الصورة. الماء الطهور إذن هو مياه الأمطار ومياه الآبار ومياه الأنهار ومياه البحار ومياه العيون زيد، والمياه مياه الثلوج الذائبة، أو ماء البرد وفروري، أو الماء اللي كان تغير لونه أو طعمه بسبب مكثه أو قراره في الأرض. صافي الآن لا بروميير كاتيجوري خلاص شرحناها، الله يبارك. أما إذا تغير بشيء طاهر هل نسميه ماء طهور؟ يعني أما نقيس تواليم ذمان هو ماء. لو كان نجيبو شوية الزيت نديرو هنا، ولا شوية عسل، ولا شوية البن، هل نسميوه ماء؟
لا يا أخي لازم تضيف ماء، هذا هو الماء الطهور، ولكن ما إلا يضاف إليه قيد من القيود. أشد نض ماء مخلط بحليب، هاكي تقول هكذا معناتها خرج من الصنف الأول دخل في الصنف الثاني. ما هو الصنف الثاني؟ ماء طاهر. اتفقنا؟ الماء الطهور يصح للعبادة والعادة، صح؟ الماء الطهور كي قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، يصح للعبادة، تتوضا به، دير به الغسل، ترفع به الجنابة، وتغسل به القش، وتغسل به طباصة، هكذا تغسل به واش حبيت، وديروا الأشجار تسقي به الأشجار، يصح للعبادة والعادة. ولكن الماء الطاهر يصح للعادة لا للعبادة. واضح؟ الماء اللي مخلط بالحليب يجوز باش تغسل به القش، يجوز تغسل به طباصة. هل يجوز أن تتوضأ به؟ لا. لماذا؟ تغير وصف من أوصافه. نمسفهم؟ هذا هو الماء الطاهر. طيب لو جافيل، بارك الله فيك، حبيت تجاوبوني نتوما. طيب دي فوا ديالك لو جافيل، وسمتوا تسمحوا لي في البراج، ماشي في البراج، في اسمه كاين الخزان، شاطو دو. اذا كان لي سبيسيالست هنا ماذا بك يحكيوا معايا، خاطر نعرف مره واحد يعني مسكين يرمي برك، يروح للشاطو دو يرمي، ما يراعيش لا كونتيتي. يسمحوا لي من بعد فتح الروبين تلقى الدنيا كاع ساعه ساعتين الماء يجري ومازال هذاك الوجافيل. شكون يجاوبني في هذا الوجافيل؟ 1% 2% مقبول. المذاق الشيخ هذاك ما تغيرش المذاق والرائحه تاعو يبقى شحال البورسونتاج؟ صح، بارك الله فيك. الكلور، ايوه بشرين بوتابل. سي الكلور ماشي سي الجافيل. طيب من الزديث هم كيدو غير الزديث يعني. بارك الله فيك، صح. sont stagnés. Les micros. ما dans السخام ils sont traités معناته نسو نورمال. ولكن السؤال هل هذا الماء يصلح للعاده؟ اوكي معليش العاده نغسلوا بها وكذا وكذا، ولكن هل يصح للعباده؟ حنا قلنا هذا الماء ماء طاهر، لو كان نديروا له شويه حليب ايوا هذا طهور، كي نديروا شويه حليب يولي ماء طاهر، يصح للعاده ولا يصح للعباده. نغسلوا به القش ولكن ما نتوضاوش به. والان السؤال يبقى مطروح، كي يديروا كاع لي برودوي شيميك هذو وكذا باش يطهروا ويولوا بوطابل وكذا وكذا، باش نغسلوا به الطباسه ولا لافيسيل، ولكن هل يصح باش نتوضاو به؟ تفضلوا. صح، ما تغيرش. في البدايه كذا يبان كي ديروا في الكاس شويه هكذا بعدين يروح اللون يروح. صح. طبيب الاستاذ من بعد الشيخ الحاج بعد الطبيب.
هذا هو المعيار. الحاج تفضل. عليكم السلام. سانك ميليغرام. بارك الله فيك، شكرا. المهم المخرج من ذلك كله، أولا ذكروا الفقهاء ما يسمى بالتحرز وعدم التحرز. واش قلنا قبيل الماء هذاك نتاع اللي يفوت فعل الكبريت وكذا، لا يمكن التحرز، لا يمكن التحرز منه. معناتها ماشي في يدنا انيفيتابل، هذاك خلاص يجوز لهذا، ولكن يمكن اعتماد هذا الكلام حتى في هذا الموضوع. احنا يعني كاين الخبراء وكاين ولاة الامور اللي يشرفون على الصحه نتاع الناس وعلى توفير الماء الصالح للشرب الى اخره. واحيانا يقول لك هذا الماء صالح غير صالح للشرب، معناتها صالح للعاده وغير صالح للعباده. الان نروح مباشره. تفضل. تكلم الصوت. اللي قرات لنا كيسات بلاستيك سات ان تريونغل سي سودا سوا لي بوتيغ اللي قرات لنا كاين نص بومان نعمل في القران ميم لي غران بيدون يسار سان بتي تريونغل داخل avec un numéro. alors وين يسار النيميرو 1 صاود يتسكر محسوب صالح للشرب، والبلاستيك نو يتسكر يخدم على اللي فيه في فمن دي سوفورا برودوي. Par contre, d'autres numéros se font. طيب ذاك ثورة يأتي دور أهل الاختصاص. بارك الله فيك وبارك الله فيكم جميعا. شفتوا إذن هاو في الماء لذلك رب سبحانه قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا. صافي الماء الطهور الذي على أصل خلقته هذاك بيقين صالح للعبادة والعادة هكا، ولكن المياه نظن ثاني إلى الحوار. إذا كذا يأتي العلم باش يحترم المعايير، ضرورة احترام المعايير والشروط الصحية الطبية العلمية، أولا لتحقيق أو للحفاظ على صحة الناس، وثانيا للحفاظ أيضا على صحة العبادة، وإلا ممكن الإنسان يتوضأ بالماء اللي ما يصلحش. لذلك الحلقات العلمية إن شاء الله تعالى هذه من مقاصدها إثارة العقل، باش العقل يولي يفكر يولي يجتهد يولي يبحث وهكذا. الآن كملنا الماء الطاهر، ثم نعود إلى الماء النجس. صافي ثلاثة الأصناف: الماء الطهور، الماء الطاهر، الماء النجس. من هو الماء النجس؟ هو الذي تغير وصف من أوصافه، ولكن إذا سقطت عليه نجاسة، خطر ما إذا تغير الأوصاف بالطاهر يبقى دائما طاهر لا يطهر غيره، يصلح للعادة وللعبادة. ولكن أما إذا تغير الماء بشيء نجس أكرمكم الله، مثلا الدم، مثلا يعني النجاسات، يعني إذا كان سقطت النجاسة في الماء وغيرت، هذا قيد، وغيرت وصفا من أوصافه. خاطر ممكن نجاسة أتغلي ذكوامان ولكن تفندرها ويفدلها للكوينس ولا لا كولور ولا الريحينس. معناتها المعيار هو تغير الأوصاف. ممكن نجاسة تسقط ويجوز، والبحر شحال نجاسة اللي كان فيه، كاين نجاسة تاكوكو أكرمكم الله، كاين اللي يبول في البحر ولا لا يدوش ثم يسبح ويقضي حاجته، صح ولا ماشي صح؟ ونو بارلون با يعني اللي راهم في كل صيف راهم يتكلموا يعني في الناس المختصين على اللي ما يديروش السيفيزم، ليجيان، النظافة نتاع الشواطئ ونتاع البحار. هرزمون بحر. نعم
بارك الله فيك. يعطيك الصحة. حتى لي زيكو يروحوا ثم أكرمكم الله. ولكن سبحان الله، شوفوا أهمية الضابط. يقول لك إذا سقطت نجاسة أو إذا سقط شيء نجس على الماء أو في الماء ولم يتغير وصف من أوصافه فيبقى طاهرا مطهرا، ويبقى ماء طهورا، أي طاهر بذاته ومطهر لغيره. إذن انعقد الإجماع يعني عند العلماء سلفا وخلفا أن الماء النجس لا يصلح لا للعادة ولا للعبادة. باش نتفاهموا، الماء النجس الصنف الثالث هذا انعقد الإجماع لدى العلماء سلفا وخلفا على عدم صحة هذا الماء أو جوازه لا للعادة ولا للعبادة. ولكن كاين ليكسبسيون، الماء النجس ممكن ترميه للأشجار لا يجوز. وذاك أصحاب لاغورنومي يعرفوا باللي سبحان الله هذيك التربة عندها مطهرات تفلتري سبحان الله، خاطر يترمى وينفع. وكاين الاشجار بزاف اللي ينتفعوا حتى بهذا الماء. وحتى اللي كان قال لك يصح حتى تعطيه الحيوانات دلع. وبعدين الريحه ينس سبحان الله. لذلك نحن كبشر اما نصنعوا السعاده اما نصنعوا الشقاء. كي نديروا الحرب القيره كونتر الطبيعه يصرى واش يصرى. راكم تشوفوا اللي يموتوا بالكونسير والعياذ بالله، كل انواع الكونسير. اللي يقول لك فلان مات باش بالكونسير، كونسير دي فوا تسمع 10 ماتوا، واحد مات نورمال، 9 كاع ماتوا بالكونسير، ولا حول ولا قوه الا بالله. وطبعا هذه اشارات ينبهوا لها العلماء واهل التخصص والاطباء، قال لي انا لازم نرجعوا الى الاصل. ولكن في الماء النجس هنا فيه دي ديتاي مهمه جدا. كاين 3 اقسام في الماء النجس. كاين القسم الاول بروميير كاتيجوري اتفق العلماء على نجاسته، يعني الماء الذي سقطت فيه نجاسه فغيرت وصف من اوصافه، ذكرناه وقالوا القسم الاول. القسم الثاني وقعت نجاسه ولكن في ماء كثير أتصبما، يعني سقط فيه نجاسة ولم يتغير وصف من أوصافه. نجاسة في البير، نجاسة في البحر، نجاسة ما تغيرتش الأوصاف، لا الكون ولا لا كولور الريحة. وقي أيضا ليس نجسا يصح للعادة والعبادة. ولكن القسم الثالث فيه كلام طويل. ماء قليل وقعت فيه نجاسة. شو طبا ملاقي مثلا تواليم تغليس نجاسة ولم تغير وصفا من أوصافه. صارفة عند ماء قليل سقطت فيه نجاسة ولم يتغير وصف من أوصافه، هل يصح للعبادة تتوضا به ولا لا يصح؟ شكون يجاوب؟ هاو الماء هكذا لقيت قرعة ماء طاحت فيها نجاسة لا يصح. نعم لم يتغير ولا شيء. شفت ايه شفت قرعة ماء أكرمكم الله يجي واحد يرمي فيها شوية نجاسة، شوية نجاسة من بعد شوف لا كولور ما تغيرتش وكل شيء ما تغيرش، هل يصح ولا لا؟ نعم صافي تعتبره محظور ديجا، صافي حكمت عليه. تفضل. مو الزرزر ما كاينش مشكل، إما الزريض اش تخدموا
إيه تعمضض نهضر في الفقه باش تكون فقيه. يما كي يما نغدقو خامك ثاني اثن اقرور طفل صغير رمى نجاسه وإلا قرا نقول لك يما لا إلاق عادي بقي على أصله. اسمعوا ذوك الأدلة، أدلة كثيرة. أولا نحكي لكم رأي المالكية. السادة المالكية قال لك إذا وجد غيره يكره استعماله، صافي يكره. إذا لم يوجد غيره لا يكره استعماله. الحمد لله، شوف الدقة. ولكن اسمعوا مليح، هذا هو المشهور في المالكية، وعندهم أدلة. من هذه الأدلة يعني السادة المالكية جابوا حديث رواه الإمام أحمد أبو داود والنسائي والترمذي، حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. الله 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 الله. بمعنى إلا إذا كانت النجاسة ظاهرة وغيرت الوصف، صافي يمكن المعيار البارام ذا شو الميزان إذا تغير الوصف هذا ما كان ممكن كاين عافخ قرص قبيث عافخ غنفخ أقرور يذكر شوية النجاسة مقرضة كتوفا بيان غنفط برق الروح يجوم. ولكن الفقه كي تفتي لازم تفتي سوا. جابوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم سمعتوه، وكاين حديث عائشة وهو حديث حسن. سند سيدة عائشة يند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سند النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث رواه الإمامان النسائي والطبراني. صفي ذاك السادة المالكية في المشهور عندهم هذا الماء ليس يعني هو ماء طهور يصح للعبادة ويصح للعبادة وللعادة. ولكن سبحان الله إلا يون من فقهاء المالكية، بل هو من علماء المالكية المشهورين، ويلقب بالإمام مالك الصغير. شكون هو؟ لا 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 ابن يزيد القيرواني. ولكن غادي نسميس بارك الله فيك. ابن يزيد القيرواني صاحب كتاب اسمه الرسالة، كتاب اسمه الرسالة، وقي من أقطاب المالكية خرج مخالفا للمذهب المالكي. تعرفوا ايش قال في كتابه الرسالة؟ وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره. الله 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 الله. قليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره. معناتها حتى ولو ما تغيرش، فبالتالي هذا يعتبر ما لا يصح للعبادة. وقد وافق المذاهب الأخرى. شوف حرية التعبير، حرية الرأي. أبي يزيد القيرواني وقسم مالك الصغير يخلف الرأي المشهور عند المالكية بكل حرية. وطبعا في الحلقات العلمية نذكر هذه التفاصيل، هذا هو موضوعها الطبيعي كما نقول لكم دائما. ما نقدروش ندقوا الأمور هذه في دروس الجمعة، ما نقدروش، ولكن في الحلقات العلمية وهي الأساس بيني وبينكم، وهي الأساس. لأنه باش المخ يتعمر يكون عندنا الملكة الفقهية وندقق في المسائل ونقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا أجر كبير. على بالكم أجر العلم أكثر من أجر النوافل في الصلاة. لك يا جماعة الخير،
إذن هذا الرأي رأي انفرد به ابن يزيد القيرواني في كتابه الرسالة، موافقا في ذلك الفقهاء الذين يرون أنه لا يصح للعبادة كالشافعية والحنفية والحنابلة. طيب الآن والحنابلة في رواية، خاطرهم يقول إذا وقعت فيه نجاسة وإن لم تغيره، يعني الماء القيل هذا فهو نجس صفي. ابن يزيد القيرواني المالكية يوفق رأي الشافعية، يوفق رأي الحنفية أو الحنابلة في رواية، ولكن المشهور في المذهب المالكي أثن سلامس. أتدرون كي يقول لك أنه الفتوى كي تصدر الفتوى كيما الطبيب يديك لوردونونس، صح؟ تروحوا للطبيب يدير كونسلطاسيون يدير لوردونونس، دواء كذا كذا كذا. إذا حبيت التفاصيل تريح معاه، علاش الدواء هذا ماشي دواء هذا، علاش كذا علاش كذا علاش كذا، لكن فيه تفاصيل. حنا أيضا ممكن الإمام مثلا يجي السؤال يفتي يجوز لا يجوز، هذا مكان. إذا بغى التفاصيل يحتاج إلى موضع آخر من أجل الاستماع إلى التفاصيل. مازال شوي الأذان. استدل الفقهاء الشافعية والحنفي والحنابلة بحديث مهم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. السؤال مطروح، أول المعنى الإجمالي: إذا كان قلتان فأكثر لم يحمل الخبث، معناه خطر تفهمنا قبل حين أن الماء الكثير لا تنجسه النجاسات، كما قلنا في البحر أرمي واش حبيت، أرمي واش حبيت من النجاسات يبقى دائما طاهر طاهر طهور طهور طهور، أليس كذلك؟ ولكن إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. أقل من قلتين ما فيه نجاسة خلاص فيه خبث، معنى لا يصح للعبادة. إذا كان أكثر من قلتين مهما كانت النجاسة فلا يحمل الخبث بنص الحديث. أول سؤال يطرح: ليش أنت القلتين هكي؟ صح؟ واش أنت قلتين؟ هل كانوا نقولوا ذي اللغة أي الديذ القربة، الزمان اللي يكون نخدموا القربة، خاطر درك لي جون ما يعرفوش القربة هذه، ما يشوفهاش. أنا أعطيك الصح، دوك يعرف البيدون يقول لك 10 3 ولا 5 ولا 20 يعرف سترن. ولكن الحديث الذي ذكره الأئمة، قلت الشافعي والحنفي والحنابلة في رواية، له قوادح عند المالكية، قوادح في السند وقوادح في المتن. القوادح في السند راحت إلى الراوي اللي هو الوليد بن كثير. الوليد بن كثير هذا الراوي حكم عليه العلماء باضطرابه، اضطراب السند لوجود هذا الراوي، لأنه يرويه بعدة ماشي في المتن، السند نتاعو يروي عن فلان وعن فلان وعن فلان، في كل ما يرويه عن رواة آخرين. صافي يقول لك المصدر نتاعو فيه اضطراب. كان يقول يجي واحد خبر يقول لك جبت هذا الخبر من المكان الفلاني عن فلان، بعد مدة يقول لك جبته عن فلان، يبدل الشخص، بعد مدة يجيبوا عن فلان، يقول اسمح لي راك مضطرب. معناه هذا الراوي الذي يروي عن رواة مختلفين يحكم باضطرابه، والحديث المضطرب نوع من الأحاديث الضعيفة ولا يمكن أن يصح بها الاستدلال، أي لا يصح بها الاستدلال. ولكن العلماء الوقت ضيق شوية ردوا عليه
يعني علماء الشافعية والحنفية وبعض الحنابلة ردوا على هذا القادح. قال لك المهم أن هناك رواية طريق من طرق صحيحة، هذا ما كان يكفي هذا، وإن اضطرب في بعض الطرق ولكن صح طريق من طرق، هذا يجزئ، هذا يكفي ويتحقق به الغرض. ولكن أيضا العلماء قال لك هو هذا الحديث مضطرب حتى في متنه، مش مضطرب في متنه، تعددت المتون نتاع هذا الحديث. الرواية الأولى اسمعوها مليح: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. تجد الرواية النظام لفظ آخر: إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا لم يحمل الخبث. الرواية النظام: إذا كان الماء 40 قلة لم يحمل الخبث. أنقول حبس شنو هذا؟ ممكن طولوريو كما نقولوا درك قلتين 3 يعني ما كاش فرق. باش يقول إذا كان الماء 40 قلة، معنى هذا الحديث مضطرب في متنه. متفقين معايا؟ كي تشوف الحديث مروي بهذه الروايات. إن شاء الله ربي يفتح باش تفتح حلقة في علم الحديث إن شاء الله. لماذا؟ لأنه صدقوني ونكرر، إذا كان المسلمون ما قراوش علوم الدين يصليوا برك، اسمحوا لي نقول لهم ما يعرفوش صلاحهم. أقل ما نقولها، أقل حاجة نقولها، نقول إن سلمن ونسينا تشرعيث والسينارة صلاح يفاتيت الخير ضم قرآن، ما يعرفوش صلاحهم وزايد فاتهم خير كثير. حديث القلتين هذه في الفقه معروف عند الفقهاء والمحدثين، حديث القلتين. ولكن هنا جبنا رواية: إذا كان الماء 40 قلة لم يحمل الخبث. حتى وروي بألفاظ أخرى. الآن العلماء قال لك الاختلاف في ألفاظ الحديث في متن الحديث يؤدي إلى الحكم عليه بالاضطراب. هذا حديث مضطرب في متنه، وهو نوع من الأحاديث الضعيفة ولا يصح الاستدلال. ولكن أيضا الفقهاء لم يستسلموا، الذين استسلموا بالحديث قال لك حتى ولو كاين بعض الروايات مضطربة، كاين رواية صحيحة مثل هذا الحديث اللي قلنا: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. والسلام. روح درك انت كمل معاهم. الفقهاء الاخرين زادوا حجه اخرى، دي زارغيمون بلوس. قال لك معلش يلا نروحوا القلتين، وراهم القلتين هذه تاع من كي تقول قلتين تاع من؟ كل بلاد عندها قلتين. درك روح هنا في الجزائر، حنا عندنا قرعه كيما هذه، وإن كان هذه راهي تاع اللوزين راهي كيف صح؟ تاع لتر ونص وجري لترات معروفين. ونقول لك هذا احنا اليوم قرينا بهذا البوادن، يعني هذا فارغ ماشي كيما هذاك اللي معمر، يعني باين شحال عنده. ولكن الزمان يديروها باليد، ميمي يديذن الا ويديذ وخرفي الا ويديذ بالزقر الا ويديذ مخلف. صافي السؤال مطروح: ما هي القلتان اللي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ هما ردوا قال لك المقصود هما القلل المشهورة في مدينة باليمن اسمها هاجر، هي لا ريفيرونس. وكي نوصلوا من الزكاة وكان نجيبوا المدن تاع النبي صلى الله عليه وسلم كيف هورا ونسوا نجيبوا تشوفوه كيف. حتى في هذه قال لك هذه تاع هاجر في مدينة معروفة باليمن، هذه معروفة حتى العرب يذكرها في أشعارهم وكذا، الشعراء صافي معروفة. معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا يستخدم المصطلح المعروف عند الناس. روح لليمن ويقولها لك شحال تدي. ولكن درك حنا ماناش في اليمن، ما على بالناش. قول لي بالليترات الان الموازين تختلف، كيما الكيلومتراج نقول لك 100 كيلومتر، اللي كان نقول لك 40 ميل شحال
40 ميل، كي نقول لك 50 فرسخ، وين على بالك؟ خاطر تغيرت كاع. هذه سنأتي إليها إن شاء الله، الموازين والمكاييل إلى آخره، باش نعرفوا شحال. ومن بعد هما قالوا لا حنايا القلة معروفة في مدينة هاجر، معروفة من مدن اليمن وكذا، ولكن احنا باش نختصروا نقولوا العبرة بتغير الأوصاف. لما فقهاء المالكي قال لك العبرة بتغير الأوصاف، بالقلتين أقل وأكثر، المهم إذا تغيرت الأوصاف، وصف من الأوصاف الثلاثة اللي ذكرناها، اللون والذوق والرائحة الريح، نحكم بأن هذا الماء لم يعد طهورا، لا يصلح لا للعبادة ولا للعادة. وممن رجح المشهور في مذهب المالكية أئمة كبار، ابن تيمية رجح واش ذهب إلى المالكية، ابن تيمية، ابن القيم، ابن دقيق العيد، معنى هذا العلماء الأقطاب رجحوا ما اشتهر عند السادة المالكية. الآن في ما بقي الحل ميتته، باش نكملوا شرح الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الحل، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الحيوانات اللي تعيش في البحر كاين قسمان، هناك قسم لا يعيش إلا في البحر، وهناك قسم يعيش في البحر ويعيش في البر، صح؟ صافي الحديث هاكي ذا شو يقصد؟ الحل ميتته معناتها السمك، الحيوانات اللي تعيش في البحر وفقط. أما السلحفات المائية، ما السلحفات تعيش ديال البر، لا تعيش ديال البحر. بون الحوت الزلوضرة طبعا ميت، ولو كان يذكر هيد البحر أتشض يجوز، ما عدا إذا تعفن ما إلا يخسر ذينا ويجوز لا، ولكن ما إلا ورخسر يجوز تشض. هذا عند المالكية. ولكن عند الحنفية قال لك الحيوان الذي يموت حتف أنفه هذا لا يجوز، وجابوا الدليل في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. ولكن عند السادة المالكية يجوز، مفهوم؟ ولكن القسم الذي يعيش في البحر وفي البر، هل هذا يصدق على الحديث أم لا؟ ماذا ترون؟ الجواب لا. بارك الله فيك. خطر السمك يفقد سقامان أذ يمث ذواقيد يقصد الحديث، ماشي وين ما إلا يموت سخرفي نغز قري غليا سقو ذرار أثيذ قرغ البحر سيني الحل ميتته. لا، أول ناس قريت تعيش دي برا، ثاني مات قبل ما يدخل البحر، ماشي كيما هذاك اللي مات له الخروف ويزيد يفوت عليه الموس يقول له أتنحلل. وهذا سنأتي إلى موضوع الزكاة الشرعية ونتحدث عن أمور تفاصيل مهمة جدا. صافي كما قال الشيخ صالح بارك الله فيه، معناتها إذا كان السلحفاة المائية تخرج من البحر وما تموتش، صافي إذن لا تخضع لهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا إذن الحديث رقم 40 في بيان موطأ الإمام مالك حينما سأله ذلك الرجل عن أنا أتوضأ بماء البحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. شرحنا تفاصيل متعلقة بأنواع أو بأقسام الماء الطهور والماء الطاهر والماء النجس، واختمناها بقوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته، وبينا شكون الحيوانات المائية اللي تعيش في البحر اللي يصدق عليه هذا الحديث، هو ما ذكرنا. نسأل الله التوفيق، نلقاكم بعد 15 يوم إن شاء الله تعالى لإتمام شرح موطأ الإمام مالك إن شاء الله وقدر. والسلام عليكم ورحمة الله.